جيبي لي يا مدام هذاك الفول اللي راه عندك وروحي نعطيك هاد الوصفه خياليه كيما اللي يبيعوها برا. هذيك اللي تجيب لاصوص. تبعي معايا المقادير حتى للتالي. ما تنساونيش خواتاتي بجام وتعليق وبارطاج الفيديو الى عجبكم. ويلا نبداو في الوصفه نتاعنا. هنايا جبت الفول كيما راكم تشوفوا، رحت نقيتها قلعت لها كاع الجلاخ. انا ما نديرش بالجلاخ البنات، سورتو كي تكون حبه كيما هكا كبيره. ومن بعد نقيت كاع هذيك الكميه اللي كانت عندي وغسلتها وخليتها تكثر. هذه الوصفه ما راحش تلقاوها من ولا من، انا جبتها لكم من عند صاحب المحل. راح تجيب المرقه تاعها هكا الله الله، تجي فيها واحد البنه ما نحكي لكمش. جربوها واي وحده تجربها تكتب لي هنايا في الكومونتير كيفاش جاتها. ونكملوا البنات الوصفه نتاعنا. وراح نجيب طاجين كيما راكم تشوفوا. انا نخدم بالكيكوطه توجور، بصح شاوله ما راحش نديرها الصفاره نتاعها، نطيبها كشغل راني نطيب في طاجين. هذا ما كان شامل واحد يشوفني كي نطيب فيها يحسبني راني توجور ندير هذيك الصفاره. المهم البنات، انا هنايا درت نص حبه نتاع بصل رابيتها وزوج فصوص تاع الثوم رابيتهم كيما تشوفوا، وزدت شويه نتاع زيت. راح نزيد عليهم هنايا معدنوس يكون مقطع غايه. وراح نزيد عليهم الفول نتاعي بعد ما نشف لي كاع من هذاك الماء. راح نزيد نقليه مع البصل والثوم والمعدنوس، راح يطلقوا هنا واحد البنه خياليه. جربوا هذه الوصفه ورجعوا لي بالخبر. بدلوا شويه ماشي توجور نديروهم فور ولا ديروا شويه بالمرقه، راح يجيكم مختلف ويجي فيه واحد البنه رائعه مختلفه كاع على هذيك المولف نديروها مشرمله ولا مفوره ولا تجي فيها بنه رائعه. كما قلت لكم البنات، هنايا قعدت نقلي فيها هنا تقريبا 3 دقائق 5 دقائق هكا، وانتم تقلوا فيها باش كاع هذوك المكونات يدخلوا مع بعضهم يدخلوا لي في الفول. وهنايا زدت لي زيبيس، درت شويه ملح شويه حرور اللي هو فلفل الكحل شويه كرويه وشويه تاع كمون وشويه عكري وشويه توابل شاورما وبصل بودر. هكا راح نقلي كلشي فيه، راح ندخل كاع هذوك التوابل في الفول نتاعي. نقعد هنا تقريبا 3 دقائق تاني وانا غير نقلب فيهم حتى نحس كاع هذوك التوابل تجانسوا مع بعضهم. راح نزيد هنايا مغرف ماشي معمره بزاف تاع طماطم مصبره ونزيد نقليها معاهم شويه. وهنايا هريسه اختياريه، تنجموا ديروا تنجموا ما ديروش، انا درت غير شويه. ومن بعد مرقتها كيما راكم تشوفوا وخليتها طيب البنات. هنا ما داتليش خواتاتي الوقت بزاف، وهذه هي النتيجه النهائيه. انا هنا درت كميه كبيره تاع الفول. كيما قلت لكم البنات، هنا بعد ما شفت الفول طاب لي شويه رحت زدت عليه شويه تاع كمون وشويه تاع زعتر وشويه تاع معدنوس، زدت خليتهم دقيقه ولا زوج وطفيت عليها. وهذه هي الوصفه خواتاتي. من بعدها كي تبغوا تقدموها تصفوها كاع من هذيك المرقه، كل واحد وش يبغي. كاين اللي يبغيها كيما هكا ناشفه وكاين اللي يبغيها فيها شويه هكا مرقه، لكم الاختيار نتوما. انا درت هكا صفيتها كاع وبعد حطيت غير شويه تاع المرقه ودرت عليها شويه معدنوس شويه عكري وشويه كمون وشويه زعتره وهكا نكونوا كملنا الوصفه تاع نهار اليوم.